نلقاكم في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم مع غلاء الأسعار. نحضروا كل شيء في الدار. وتضامنا مع إخواننا الفلسطينيين قررنا أننا جميعا نقاطع المنتوجات اللي كتدعم المستعمر. وأول شركة بدينا بالمقاطعة ديالها هي الشركة الفرنسية اللي كتحضر الياغورت، واللي هي مشهورة وغنية عن التعريف. ومن بعد ما عرفنا أنها من الشركات اللي كتدعم المستعمر، لهذا قررنا أننا غادي نحضروا هذا المنتوج في البيت ديالنا اللي هو الياغورت. غادي نحضروا في البيت ديالنا ونستغناو على الشراء ديالو، وبهذا غادي نكونوا قاطعنا هاد المنتوجات. الوصفة اللي غادي نحضروا اليوم هي ياغورت اللي بما يسمى فولوتي. غادي نحضروا في البيت ديالنا بدون اننا ما غادي نشريوه، خصوصا اننا غادي نحضروه بطريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه وفي نفس الوقت اقتصاديه، لانه شعارنا من القليل نحضروا الكثير. ومع غلاء الاسعار نحضروا كل شيء في الدار على بركه الله. اطرو ديال الحليب كامل الدسم، 4 المعالق ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، 8 غرام ديال مسحوق الفاني، تقدروا تودعوا 2 اكياس ديال سكر الفاني، ياغورت او زبادي 110 غرام. انا استعملت هذوك الياغورت الصغيورين ديال الدرهم، استعملت 2. ودائما تذكروا ما نستعملوش الياغورت ديال المنتوجات الفرنسيه، نستعملوا منتوجات اللي هي محليه الصنع او مغربيه. ان شاء الله في الفيديوهات المقبله غادي نطرقوا الموضوع ديال صنع الياغورت بدون اننا ما نضيفوا ليه ياغورت في الاول. هذا موضوع اخر غادي نطرقوا ليه في فيديو اخر، غادي نحطوا لكم ان شاء الله ونحط لكم البديل ديال الياغورت. من بعد كناخذوا كاسرونه كنوضعوا فيها الحليب، كنوضعوه فوق البوطه، كنخليوه حتى كيفيض، يعني حتى كطلع فيه ديك الغليه. من بعد غنخليه حتى كيدفى. بالنسبه للناس اللي عندهم ترمومتر غادي تعبروا بالترمومتر، ماشي شي حاجه ضروريه باش غادي نوضعوا الترمومتر. بالنسبه لفاش كيبدا كيبرد كيجمع عندنا ديك القشره الفوق، كنحيدوها بمعلقه نتخلصوا منها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ترمومتر، كتخليو الحليب حتى كيولي بدرجه حراره الغرفه، او كيصبح اننا الا خشينا فيه صباحنا ما كيحرقناش الحليب، كيبقى فقط دافي. ملي كنتحصلوا على حليب دافي هنا كنبداو كنخدموا به. من بعد ما وصلنا لدرجه الحراره 46، هنا كيصبح عندنا الحليب دافي. بهذا كندوزو للمرحله التاليه، يعني فاش كنقيسوا الحليب بالصبع ديالنا ما كنتحرقوش. هنايا غندوزو باش غادي نقسموا الخليط على 2. بعد ما قسمت الحليب على 2 كنضيفوا ليه معلقه صغيره ديال الفاني، 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، والياغورت. من بعد ما ضفنا الياغورت كنخلطو مزيان بواسطه ديال المعلقه او الفوي، كنخلطو مزيان حتى كيتجانس عندنا المكونات كامله مع بعض. بعد ما تجانست المكونات كنضيفوها على الحليب اللي سبق وقسمناه.
من بعد كنضيفوه في قرعه ديال الزاج او بلاستيك او اي حاجه متواجده عندكم. انا ضاعفت الكميه وقسمتها على زوج، نص درتو في القرعه ديال البلاستيك والنص درتو في القرعه ديال الزاج. من بعد وضعوا القرعه في بلاستيكه او في كيس بلاستيكي، ووضعوا عليها منديل او مانطه وخليوها لمده ديال ليله كامله. من بعد ما دازت ليله كامله، هذا هو الياغورت اللي وضعته في القرعه ديال الزاج، وهذا هو اللي وضعته في القرعه ديال البلاستيك. ما كاينش شي اختلاف بيناتهم، يعني نفس النتيجه اللي تعطي الزاج هي اللي تعطي البلاستيك. من بعد ما مرات ليله كامله على الياغورت ديالنا، كتكون هذه النتيجه. كنحركوا القرعه وتنفرغوها في سليفات ولا كويسات، وبهذا كيكون واجد الياغورت ديالنا بطريقه سهله وبسيطه وبمكونات اقتصاديه وبكميه كبيره. كنتحصلوا على ياغورت للذة والمذاق، واكيد انه غادي يعجبكم، خصوصا مع الاضافات اللي غادي نضيف ليه في الفيديو القادم ان شاء الله. غادي نحط لكم الطريقه كيفاش ممكن انكم تقدموا بعده طرق ان شاء الله. بالنسبه لي انا كل مره وكنقدموا بالطريقه، ولكن هاد الطريقه اللي غادي نحط لكم ان شاء الله فغادي تكون طريقه رائعه، وانا متاكده الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها مره اخرى، لانها بنينه بزاف ولذيذه. صدقوا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها بصفه نهائيه. غادي نحط لكم الاشياء اللي كتوالم مع الياغورت، اللي كتجي لذيذه بزاف واللي كتعطيه واحد المذاق اكثر لذه وكيجي بنين بزاف. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تنسوش تضغطوا على زر ابوني او سبسكرايب، وما تنسونيش من لايك ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي كتحفزني بزاف وكتخليني نزيد لقدام. شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم المتواصل. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الوصفة ديال اليوم. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم والرضا ديالكم وتحضروها في البيوت ديالكم، وإلا حضرتوها ما تنسوش تكتبوا لي الرأي ديالكم في التعليق. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الوصفة، إلى وصفة قادمة إن شاء الله.